الاسم، السن، والمؤهل الدراسي. ده بجد ولا ايه؟ احنا بدأنا. الاسم صلاح ابراهيم، صلاح سليم. السن دلوقتي 35 سنه. المؤهل الدراسه خريج كليه تجاره جامعه المنصوره. سبب شغفك بمجال الفتنس والبودي بيلدينج؟ بصي انا من صغري كنت بحب ارنولد وسيلفستر والناس القديمه اللي كانت بتعمل عضلات وكده، فكنت بقعد بقى اجيب المجلات من قدام المدرسه واتفرج على الصور بتاعتهم وبحلم ان انا يبقى عندي عضلات يعني. اول بطوله كسبتها كان عندك كام سنه؟ اول بطوله كسبتها متاخر شويه، كان عندي 24 سنه وقتها، وكانت بطوله كده خاصه كنا عاملينها في الجيم عندنا اسمه مستر فيدج. صلاح سليم اسمه مرتبط بلعبه كمال الاجسام، ليه؟ اول ما بدات يعني اول بطوله خدتها قررت ان انا اشير مع الناس التجربه بتاعتي واقول لهم انا اكلت ايه واتمرنت ايه، وكان الموضوع عادي يعني في البدايه فور فان، قلب شغل يعني ما اعرفش ده حصل ازاي وبقينا هنا وبقيت قاعد قدامكم هنا. اكتر حاجه بتحبها في لعبه كمال الاجسام والبطولات؟ التحدي، يعني فكره ان هو بيخليك تستحمل انك انت تيجي على نفسك وتطلع احسن ما عندك، وبتكتشف ان انت بيحصل لك نمو من خلال الالم بتاع التمرين والضغط النفسي اللي بيسببه لك يعني. لما كنت دخلت مجال كمال الاجسام، ايه الرياضه اللي كان نفسك تلعبها؟ الملاكمه. هو انا لعبت فتره ملاكمه يعني، بس انا بحب الملاكمه اكتر يعني. تضرب ولا تتضرب؟ اضرب عادي. اكيد اضرب يعني. لو رجع بيك الزمن من الاول كنت هتاخد نفس الخطوات؟ انا حابب الرحله جدا يعني، انا فرحان بكل الرحله، بكل ايجابياتها، بكل سلبياتها، بكل الغلطات اللي عملتها في حياتي ومراحل النمو اللي وصلت لها بسبب التجارب بتاعتي. فانا من النوع اللي ببص قدام، بتعلم، بسامح نفسي، بحب نفسي جدا، وببص قدام وبحاول اشوف بقى الجديد اللي ممكن اعمله يعني بنسختي الجديده من نفسي. صلاح سليم لو ابنه جه قال له انا هاخد نفس الطريق بالظبط يا بابا اللي انت خدته، هتوافق ولا لا؟ مفيش مشكله، هخليه ياخد نفس الطريق بالظبط، بس هكون مشرف عليه وهوجهه، مش هكبت رغبته يعني. صلاح سليم انتربرينير ولا لاعب كمال اجسام؟ لا رائد اعمال، مش عارف اقول بربرينير دي بصراحه. من وجهه نظرك ايه اللي مش بيخلي الناس بجد بعد ما تبدا تخش في الاحلام بتاعتها وتاخد خطوات انها تكمل معاها؟ لان هي بتبقى مش متخيله الضغط او الفشل او الحاجات اللي بتحصل خارج ارادتك، لان ده العادي في الرحله يعني. بيبقى فاكر ان الموضوع المفروض يمشي سلس، فلما بيحصل اي حاجه تلخبط له الخطه بتاعته بيحصل معاه دروب. بيبص على الايجابيات مش السلبيات بس، بيبص على السلبيات مش الايجابيات بس. بلخبطك. لا يعني هو بيكون عاوز ياخد الايجابيات مش السلبيات. بالظبط يعني مش عايز يدفع الثمن بتاع الوصول، ان انت بيبقى في تحديات بقى، فلازم ان انت تتعامل معاها بشكل صحيح، لازم يكون رد فعلك متناسب مع الاراده بتاعتك بقى، ان انت مش عايز توصل، يلا ورينا هتتعامل ازاي مع التحديات والعقبات. اسالك كام سؤال كده عن نفسك ونشوف بعدها اقرب حد ليك ممكن تكلمه ويجاوب نفس الاجابات. ماشي. حد عندك ممكن يعمل حاجه زي كده؟ مين اقرب 3 اصدقاء لصلاح سليم؟ اقرب 3 اصدقاء لصلاح سليم مصطفى محمود، ده رقم 1، والاثنين التانيين دول مش هقولهم. تعرف مش هقولهم ليه؟ علشان اسيب الموضوع للخيال يعني كله بقى، انما لو حددتهم في 3 كل الناس هتزعل يعني. اكتر وزن وصلت له؟ اكتر وزن 113 كيلو. ايه اكلتك المفضله؟ مش عارف، عايز ابان ان انا اقول سوشي وحاجات زي كده، بصراحه الممبار والفته والحاجات دي. طب ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ فسيخ. اللي هو البنات كلها بتحبه، مش عارف يعني ازاي يعني. بتنام بسرعه ولا بتاخد وقت؟ لا باخد وقت. بتبلع بحاجه ساقعه ولا كوبايه ميه؟ لا ميه. اكل دايت تكمل بيها مدى الحياه؟ ورقه لحمه بالبطاطس. صلاح سليم بيرجع الاوزان بعد ما بيخلص؟ مؤدب جدا. طب اكتر وقت صلاح سليم بيحب يتمرن فيه؟ الصبح. صنف مسيرتك في كمال الاجسام من 1 ل 10. كلاعب ب4 من 10 عادي يعني. ولا اي حاجه عادي. طب انترفيو؟ لا جامد والله، انا جامد وعامل حاجات جامده والله، بس ان شاء الله ربنا يكرم وتفضل الموضوع كده، لان النعم بتسلب في لحظه عاديه. تكلم مين يجاوب على نفس الاسئله؟ ممكن مصطفى. لحظه يا رب بس الانترو بتاعته بس تبقى من ايه يا صاصه. بيصوروا برنامج وسالوني شويه اسئله، فبيقولوا لي مين اقرب صديق ليك يعني، فقلت لهم مصطفى، فقالوا لي الاسئله اللي سالناها لك لو سالنا عليها مصطفى هيجاوب نفسها ولا لا؟ انت حاسس ايه؟ احنا قدام الكاميرا اهو دلوقتي حالا، فهي هتسالك. مين اكتر 3 صحاب قريبين لصلاح سليم؟ قول. انا اول واحد. صح. بس ما قلتش الباقي بصراحه. طب اكتر وزن وصل له صلاح سليم؟ زياده في التخن. 12 تقريبا. بالظبط مظبوط. طب ايه اكله صلاح سليم المفضله؟ بس طب ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ السجقات يا صاصه، انت نسيت. لا بحسب كايس. طبعا السجقات دي اهم حاجه. الحاجات الشرقي والممبار والحاجات دي. بنحبها واحنا سوا يعني، فرق بين واحنا سوا وفرق بين هو لوحده. اكتر اكله هو مش بيحبها؟ مش بيحبها. بالتالي ما قلتلوش قبل كده. هي حاجه فيها خضار بس مش فاكر. لا هي حاجه شبه والله ما فاكر، بس دي مش عارفها. الفسيخ يا صاصه. طب بينام بسرعه ولا بياخد وقت؟ هو لا بيفضل يلعب في الريل. بيبلع بحاجه ساقعه ولا كوبايه ميه؟ لا ميه اكتر. طب اكل الدايت بيحبها ممكن يكمل بيها العمر كله من غير ما يزهق؟ ممكن يعني مش شرط ان هو بيحبها ولا، بس هو ممكن يمشي على عمره كله عادي. رز بني والارانب بتاع دايت ده. الداش دايت، رز بني وارانب. صلاح سليم بيرجع الاوزان بعد ما بيخلص تمرين؟ اكتر وقت صلاح سليم بيحب يتمرن فيه؟ لا هو يعني ساعات بيتمرن مرتين في اليوم، يعني هو ساعات بيتمرن الصبح وساعات بيتمرن بالليل، ده العادي على حسب المتاح له من الوقت. هو كده لازم يتمرن في اليوم. هو الواضح ان انت اقرب حد ليه. اقرب صديق ليه ما شاء الله. حبيبي يا صاصه.
اخر حاجه، حد من اصحابك بقالك كتير قوي ما كلمتهوش تتصل بيه دلوقتي وتقول له رمضان كريم. ماشي، بس هي الفكره ان اغلب الناس دي ممكن اول كلمه يقولها في الرد يوم شاتم مثلا، فاهم قصدي؟ يا ساتر. بس احنا يعني مجتمع الولاد بالذات عادي ممكن ما نتكلمش 50 سنه وتلاقي يعني ده لو رد هيرد بنفس التون مثلا بتاعت كاني بكلمه امبارح. يا اخويا ايه يا حبيب قلبي عامل ايه؟ زي الفل يا حبيبي، الحمد لله والله. وحشني وكلام الناس حيشني. وانت اكتر والله. بصور برنامج دلوقتي فبيقولوا لي اتصل على حد يعني من اصدقائك وقول له كل سنه وانت طيب وشوف رد فعله ايه. فانا بقول لك كل سنه وانت طيب يا قلبي على اللايف. حبيبي وانت طيب وبالصلاح وبالصحه والسلامه يا حبيبي. حبيبي يا موحى. عليك يا رب. حبيبي يا ابو بينا. حبيبي يلا اشوفك على خير يا صاحبي. ان شاء الله ماشي يا حبيبي. يلا مع السلامه. عادي خالص اهو. شفت الموضوع ايزي ازاي؟ تحب الناس تندهلك يا صلاح ولا يا بوبيدو؟ والله عادي واحد يعني. المهم انا بعرف انك عايزني فببص لك. الموضوع عادي يعني. انت عايزني فخلاص انت قصدك انا بس. انبسطت معانا بجوله جدا والله العظيم جدا. انت نورتنا. يعني انا سعيد ان انتوا مصنفيني من العتاوله مع اني يعني والله يهمني. الله يخليك. تسلم. شكرا ليك. العفو. اخد القهوه بتاعتي عادي؟ تمام شكرا.